فشنو هو صندوق النقد الدولي؟ 1944 تأسس البنك العالمي وصندوق النقد الدولي باش ينظموا الاقتصاد بعد الحرب. الهدف ديالهم على الورق يحاربوا الفقر، يعاونوا الدول المتوسطة والفقيرة، ولكن القروض ديالهم ديما مربوطة بشروط، خصخصة، تقشف واتفاقيات تجارية. المغرب كمثال بزاف ديال الشركات العمومية تبعوا نقص من الدعم، المحروقات، الدقيق، السكر، تحرير تدريجي للدرهم، توسيع الوعاء الضريبي، اصلاح نظام التقاعد، والميزانية ديال الدولة غدا كتقلص. هادشي كامل تحت الضغط ديال الاف ام اي، والمواطن هو اللي كيخلص في الاخير ثمن غلاء المعيشه، نقص الخدمات الصحه والتعليم. الصين دخلات بلون اخر، قروض بلا شروط سياسيه، ولكن الا عجزت الدوله على انها ترومبورسي القرض كيسيزيو ليها كاع الموارد الطبيعيه. المختصر، القروض بحال سيف ذو حدين، اما تعاونك اما تربطك، على حساب فاش وكيفاش البلاد اللي خدات هاد الدين كتستعمل. وبلا ما نهضروا على البنك مونديال الاستوار ديالها بوحدها اللي غنلوح عليها فيديو الجاي. السؤال اللي كنطرحوه هو واش هاد القروض وسيله للانقاذ ولا وسيله للتحكم؟ هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي.